سامي، ولد اسمه شاب اسمه سامي. يعني بدناش نوصل الامور لانه نقول المستقبل اسود، بس المستقبل غامض. يعني ما فيش وضوح لا في البرنامج السياسي للحكومه اللي في غزه، ولا في وضوح في البرنامج السياسي لحكومه الضفه، ولا في انسجام بين البرنامجين. حتى الفصائل العمل الوطني كلها each block of the two of one of each of the two parties is focusing on its own program, on its own position, and they are not letting any chance to negotiation with the other side. And it's not only them; it's not only their own interest; it's also the interest of for Hamas. It's a regional interest with their regional alliances, and for Fatah, it's the interest of some some Arabic regimes and the Europeans and the Americans. نؤمن بالديمقراطية، ومن أجل ذلك كان هناك قرار الانتخابات وفازت حركة حماس، ونحن احترمنا نتائج الانتخابات، سلمنا حماس الوزارات والأمور مشت بطريقة سليمة، ونحن نحترم نتائج الانتخابات حتى هذه اللحظة. ليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع، لكن المشكلة كانت في أن نتائج الانتخابات يعني نتج عنها مقاطعة للحكومة التي شكلتها حركة حماس، وإيقاف كل المعونة للشعب الفلسطيني وحصار له، مما سبب مشاكل. وهذا هو المشكلة. ليس المشكلة أننا في فتح أو في فصائل منظمة التحرير ضد الديمقراطية. المشكلة كانت فقط فيما نتج عن هذه الانتخابات من حصار دولي، كانت نتيجته إنه شعبنا بدأ يعاني، الموظفين البدو ما يأخذوش مرتبات وغيره، ومن هنا بدأت المشاكل. العالم يقرر حسب مصالحه. هو يعتبر له موقف من حماس، يعني الذي يدفع الأموال أنت تعرف أنه هو الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأمريكا أيضا طلبت من الدول العربية أن توقف المساعدات. ولذلك الموضوع ليس موضوع فتح تطلب أو لا تطلب، هو ماذا تريد أمريكا أو لا تريد. أنت تعرف أنه الآن الذي يسيطر على العالم هو أمريكا، فماذا تريده أمريكا هو اللي قاعد يمشي. في كل اللحظات هو ينحاز إلى الجانب الإسرائيلي، ما ناصرش القضية الفلسطينية بالمعنى الحقيقي الذي يتمنى منه الشعب الفلسطيني. بالعكس كان باستمرار منحاز للجانب الإسرائيلي. لم نرى أن المجتمع الأوروبي بذل جهود حقيقية من أجل فك الحصار ورفع الحصار ورفع الضرر عن الشعب الفلسطيني. نرى بعض الإدانات هنا وبعض الشجب والاستنكار والى آخره، بس خطوات عملية حقيقية من شأنها أن ترفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأن تعيد القضية الفلسطينية وضعها الطبيعي، وأن تعيد الشعب الفلسطيني كرامته وحقوقه وإلى آخره. تمارين البيع. وينهم
هو في مشكلة، احنا كهربتنا من مفر بتيجي، فإلها اليوم خمس يوم الكهرباء بتقطع من 8 الصبح ل 2 الظهر. عرفت؟ عشان هيك احنا بنحافظ يعني انه يعني ما نشغلش الموتور على طول يضل شغال. يعني لا، وقتاش بنحتاجه نجمع عدد الحالات، مثلا نجمع الحالات من 10 ل 12 بنشتغلهم مرة واحدة. قد ما بنقدر. يعني احنا مثلا عندنا الكونتينر تبع فولر يعني ممكن نحط فيه لحد 2000 لتر. قديش بكفي هذا بيعتمد طبعا على قديش حنقطع الكهرباء، قديش احنا حنشتغل. عمليا ال 2000 لتر حيكفوك 10 ايام. في كمان مشكلة بالكتات التحاليل الطبية او التحاليل المخبرية. يعني في كمان بعض الكتات مش موجودة عندنا، ومش موجودة كمان بالاماكن الثانية اللي بتورد هاي الشغلات. في عنا كت له يعني مفقود هلقيت من عنا من مركب في حوالي شهر، ومش لاقين له يعني مش لاقين نجيبه يعني. فهذا كلها المشاكل نتجت عن الحفار وعن الإغلاقات. من ضمنها يعني موضوع الأدوية. يعني موضوع الأدوية يعني مش متوفر بالشكل المطلوب، مش كل الأدوية موجودة. احنا يعني بالرغم من الأسعار عندنا يعني رمزية ومش كتير ومش عالي يعني، وبنقدم خدمات كتير كمان مجانية، إلا إنه رغم هيك، رغم الأسعار المخفضة اللي عندنا، إلا إنه إحنا بنلاقي شبه يومي يعني عشرات الحالات اللي ما حاجة تدفع حق العلاج أو حق الدواء أو حق الكشفية. كتير حالات بتقدر يعني بكون معها حالة ما بتقدرش تكمل. عرفت علي كيف؟ فكل هاي الحالات بنتعامل معها يعني بنقدرش نقول لهم يعني ما فيش علاج او نقول لهم روحوا، لا، بنعطيهم الخدمة كاملة، لأنه احنا شعارنا في الاتحاد الخدمة الصحية حق لكل محتاج. يعني هناك مزيد من الجهد يبذل من قبل الفصائل الأخرى ممثلة بالجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي من أجل رأب الصدع والتوفيق فيما بين الطرفين وعودتهم لطاولة الحوار، لأنه التنظيمات الفلسطينية ما دون فتح وحماس قانعة تماماً أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا عبر الحوار الوطني. The dialogue, the internal dialogue, is the only way so we can exist. But the problem is that they are not enough powerful in the effect on the two main powers.